أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير، تيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا المشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع كتاب السلم المنورة بشرح الشيخ حسن قويسي رحمه الله الجليل، ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. تكلمنا على تعريف الكلي، وبعد ذلك سيقسم الشيخ رحمه الله الكلية على حسب الأفراد. واضح؟ سيقسم الكلي إلى كلي وجد منه فرد، كلي لم يوجد منه فرد، كلي وجد منه أفراد، إما مع استحالة غيره وإما مع الإمكان، إلى آخره. نقرأ الأبيات ثم نأخذ الجواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، وحط عنه بسماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدا لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسلا، وخير من فاز مقام العلا. محمد سيد كل مختفى، العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه اللهم دام الرجال، يأخذ من بحر المعاني لجاجا، وآله وصحبه ذوي الهدى، من شبهوا بأنجم في الابتلاء. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غير الخطا، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهك من حصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، سميته بالسلم المنورق، يبقى به سماع علم المنطق. والله أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المكونات يهتدي. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنووي حرما وانطلقا، وينبغي أن يعلم القولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة. ممارس السنة والكتاب يهتدي به إلى الصواب، إدراك مفرد التصور العليم، ونذكر نسبة بتصديق الوسيم، وقدم الأول عند الواقع، لأن
المسلم بعد قول الشارح فالتبتدئ وما لتصديق به توصلا بحجة يعرف عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة مطلقة ولزكه تلمنا ومنازل فالالتزام عند عامل الحفظ وسعد الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول بدل جزءه على جزء معناه بعكس بدلا ومعنى إفرادها بالمفردة كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك كلي كأسد وعكسه الجزئي وأولا لذاتهم في الدرج تنسبها بعدد إلى خرج. لكن اقرأ جيدا لا نبقى نصحح في الليل. قلنا جمع هذا ووصلنا هنا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدار. فمفهوم اشتراك بين الأفراد بمجرد التعقل الكلي والمعنى فالكلي هو ما أفهم اشتراكا بين الأفراد بمجرد التعقل. نعم. كأسد وإنسان وحيوان. واضح يا جماعة؟ هذا شرحنا البارح. هذا هو الكلي، هو الذي إن تعقلت معناه يفيد اشتراك بين أفراده، هو الذي يفيد اشتراكا بمجرد تعقله، كأسد، كإنسان، كحيوان، كنبات، إلى غير ذلك. لم يوجد منه فرد مع استحالة أن يوجد منه شيء كالجمع بين الضدين أو مع إمكان أن يوجد منه أفراد كبحر من زئبق. هذا هو. أو وجد منه اصبر اقرأ بالراحة. قال الشيخ رحمه الله هنا: هذه هي أقسام الكلي الستة التي ذكرها المتأخرون. واضح يا جماعة؟ هذه أقسام سواء تحت قال في الحاشية قال إلى آخره. هذا إشارة إلى أقسام الكلي الستة التي ذكرها المتأخرون، وبيانها أن الكلية إما أن يوجد منه في الخارج فرد أو يوجد أكثر من فرد أو لا يوجد شيء. مفهوم؟ هذا أقسام ستة، وهذا تقسيم المتقدمين، يعني الثلاثة هذه تقسيم المتقدمين، وزاد المتأخرون تقسم كل من هذه الثلاثة إلى قسمين أهو. لأن الذي وجد منه فرد إما أن يمكن منه غيره، أن يمكن معه غيره، أو يستحيل وجود غيره معه. والذي وجد منه أكثر إما أن يتناهى الموجود، يعني أفراد متناهية كالإنسان، أو لا كنعيم أهل الجنة كما سنذكر. والذي لم يوجد منه شيء إما أن يمكن وجود شيء منه، واضح؟ ممكن يوجد أو لا، فتمت الأقسام ستة. هذا فالآن المتقدمين يقسمون الكل إلى ثلاث أقسام، أما المتأخرون يزيدون التقسيم ثلاث أقسام كل منهما إلى قسمين. فتقسيم المتأخرين ستة، أما تقسيم المتقدمين ثلاثة. فهمت هذا الكلام؟
كلام واضح جدا لا يحتاج إلى شرح. مفهوم؟ فنحن سنمشي على ماذا؟ تقسيم المتأخرين، تقسيم 6 إلى 6 إلى 6. نعم. كلي لم يوجد منه فرد، لم يوجد منه فرد، هذا الأول. يوجد كلي لم يوجد منه فرد. مفهوم؟ الآن هذا مثل ماذا؟ كالجمع بين الضدين. لو تعقبت هذا الجمع بين الضدين هل يفهم الاشتراك ولا لا؟ الجمع بين الضدين يفهم الاشتراك ولا لا؟ لماذا لا يفهم الاشتراك؟ يفهم الاشتراك. لو تعقبت معنى الجمع بين الضدين، ما هو الجمع بين الضدين؟ لو تعقبته هذا كلي ولا لا؟ كلي لأنه يصدق على أفراد، يصدق على الحركة والسكون، يصدق على النوم عدم النوم، يصدق على هكذا ضدين. هذا جمع بين الضدين، هذا كلي ولا لا؟ كلي، لأنك لو تعقلته سيصدق على أفراد مثل ماذا؟ حركة وسكون، هذا ضدين ولا لا؟ ضدين. زيد ضدين. البصر والعمى، الكلام والبكم، السمع والصمم، هذا كلهم ضدين، هذا كلهم يصدق عليهم ضدين. فالآن جمع بين الضدين هذا كلي، لأنه إذا تعقلت معناه يصدق على أفراد، لكن هذه الأفراد في الخارج لا يوجد منها فرد، لا يوجد منها فرد. هل أنت رأيت إنسان متحرك وساكن في آن واحد؟ لا. هل رأيت إنسان أعمى ومبصر في آن واحد؟ لا. هل رأيت إنسان متكلم وأبكم في آن واحد؟ رأيت إنسان يسمع وأصم في آن واحد؟ لا. فلما جينا نبحث في الخارج عن فرد واحد لم نجد. أنتم معي؟ لكن هنا استحالة الوجود، يستحيل أن يوجد فرد من هذه الأفراد، يستحيل أن يكون فيه فرد جمع بين الضدين يكون موجود، هذا لا يوجد منه فرد. لماذا؟ مع الاستحالة، نحن قلنا وكل قسمنا قلنا لم يوجد منه فرد، لم يوجد منه فرد. قلنا قسمنا هذا مع الاستحالة، مثل ماذا؟ الجمع بين الضدين. هنا هذا هو الأول. أن كلي لم يوجد منه فرد في الخارج، كالجمع بين الضدين. هذا الجمع بين الضدين كلي، لو تعقلته في عقلك لفظ كلي يصدق على أفراد كثيرة، يصدق على الحركة والسكون، العمى والبصر، البكم والكلام، الصمم والسمع إلى غير ذلك من الأضداد. لكن لما جيت في الخارج أبحث لم أجد ولا فرد. لماذا؟ مستحيل أن يوجد فرد، لأنه مستحيل أن يجتمع ضدان، مستحيل في الخارج، مستحيل. هنا مع الاستحالة لم يوجد منه فرد
مع الاستحالة كالجمع بين الضدين. فهمنا؟ ثم قال الشيخ: أو مع إمكان أن يوجد منه أفراد كبحر من زئبق. واضح؟ أو مع إمكان أن يوجد منه أفراد كبحر من زئبق. الآن أهو مع الاستحالة ولا مع الإمكان؟ مع إمكان. مع الإمكان. واضح يا جماعة؟ مع إمكان أن يوجد منه أفراد لكن لم يوجد، لكن يمكن أن يوجد، لا يوجد استحالة، يمكن. مثل ماذا قال لك شيء كبحر من زئبق. قال كبحر من زئبق. عارفين الزئبق ما هو؟ الزئبق عارفين النحاس؟ النحاس والحديد. الزئبق يشبه النحاس ويشبه هكذا الزئبق، نوع من المعادن اسمه الزئبق. فهم كلام؟ هذا اسمه الزئبق. هذا الزئبق، هذا الزئبق، البحر من الزئبق. هذا البحر من الزئبق لفظ كلي ولا ليس لفظ كلي؟ لو تعقلت لفظ كلي ولا لا؟ لفظ كلي يصدق على أفراد، يصدق على بحور كثيرة. بحر من زئبق في اليمن، بحر من زئبق في مصر، بحر من زئبق في كذا، بحر من زئبق في كذا، وهكذا يصدق على أفراد. صحيح ولا لا؟ فلفظ كلي. لما جينا إلى الخارج نبحث عن بحر من زئبق لم يوجد منه فرد، لكن يمكن أن يوجد ولا لا؟ يمكن مع الإمكان. لم يوجد منه فرد لكن ممكن مع الإمكان. مع الإمكان. فهمنا يا جماعة؟ هذا هو. الآن بحر من زئبق هذا لفظ يصدق على متعدد، صادق على متعدد، يصدق على عدة بحور. واضح؟ عندما تتعقل. لكن لما جينا للخارج لم نجد ولا بحر واحد، لكن يمكن أن يوجد، يمكن أن يوجد منه أفراد كثيرة لكن لم يوجد. مفهوم يا جماعة؟ هذا الثاني. اقرأ معي تحت ماذا قال الشيخ: كبحر من زئبق في الحاشية. قال: هذا اللفظ صادق على متعدد باعتبار التعقل، إذا تعقلت يصدق على متعدد، ولم يوجد من أفراده شيء في الخارج. لما جينا نبحث في الخارج لم نجد ولا فرد، ويمكن الوجود فيه، يعني يمكن أن يوجد في الخارج، إذ لا يترتب على فرض وقوعه محال، لأنه لو وجد بحر من زئبق هل يوجد محال؟ لا يوجد محال، لا يترتب على وقوعه محال، بخلاف الجمع بين الضدين فإنه يترتب عليه اجتماع النقيضين، لأنه إذا اجتمع في محل واحد بياض وسواد مثلا، اجتمع فيه بياض ولا بياض وسواد ولا سواد، وهو تناقض. هذا هو. واستحالته ضرورية. وزئبق بزي مكسورة وهمزة ساكنة وباء موحدة مكسورة أو مفتوحة. الزئبق هو المعدن المشهور. فهمنا يا جماعة الخير؟ فالآن يمكن وجود بحر من زئبق في الخارج لأنه لا يترتب عليه شيء محال، بخلاف الجمع بين الضدين يترتب عليه محال. لماذا؟ لأنه يلزم عليه أن الإنسان يكون مبصر وأعمى في آن واحد، وهذا لا. صح؟ مبصر وأعمى في آن واحد، متحرك وساكن في آن واحد. لا. فهمنا؟ هذا معنى الكلام. هذا الأول. زيد.
أو وجد منه فرد مع استهالة غيره كالإله أو مع إمكان غيره كشمس. هذا هو. أو وجد منه فرد. أو الآن التقسيم الثاني، أو وجد منه فرد. صحيح يا جماعة؟ إما مع استحالة غيره إما مع استحالة غيره. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ هذا يوجد كلي وجد منه لفظ الإله كلي ولا لا؟ تعقل لفظ الإله، لو تعقلته يصدق على عدة معبود بحق، يصدق على عدة إله. يوجد إله كذا وإله كذا وإله كذا وهكذا، فهو لفظ كلي يصدق على متعدد. صحيح؟ لكن مع استحالة وجود غيره، مع استحالة غيره. يوجد إله واحد معبود بحق فقط وهو الله تبارك وتعالى، يستحيل وجود غيره معه بالأدلة العقلية والنقلية. مفهوم؟ هذا وجد منه فرد مع استحالة غيره كالإله. فمن هذا مع استحالة غيره كالإله سبحانه وتعالى. اقرأ معي تحت هنا في الحاشية ماذا قال كالإله. قال أي بهذا اللفظ فإنه باعتبار تعقل مفهومه كلي صادق على متعدد، وهي أفراد المعبود بحق، أفراد المعبود بحق، لكن لم يوجد من هذه الأفراد في الخارج إلا فرد فقط. مفهوم؟ أيوة. ويستحيل وجود غيره فيه، يستحيل وجود غيره معه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأما إله بالتنكير فهو كلي صادق على متعدد، وهي إفراد المعبود مطلقا. يعني عندك إذا قلت الإله بالألف واللام، بالألف واللام، فهو المعبود بحق، معبود بحق. أما إذا قلت إله بالتنكير هكذا فهو صادق على المعبود مطلقا سواء كان بحق أو غير حق. إذا قلت الإله فهو يصدق على ماذا؟ يصدق على أفراد المعبود بحق. إذا قلت إله بالتنكير فهو الذي يصدق على كل معبود مطلقا، على معبود مطلقا. فهمنا؟ فقال وأما إله بالتنكير فهو كلي صادق على متعدد، وهي أفراد المعبود مطلقا، وهو صادق على ماذا؟ على الله تبارك وتعالى، على إله النصارى، على إله اليهود، على إله البوذيين، على إله كذا، على معبود مطلقا. لكن لو قلت الإله بالألف واللام فهو صادق على أفراد المعبود بحق فقط، معبود بحق فقط، اللي هو الله تبارك وتعالى. مفهوم؟ وأما الله وقد وجد من تلك الأفراد في الخارج كثير. نعم، لو قلنا المعبود مطلقا يا جماعة أنتم معي ولا لا؟ نعم. لو قلنا الإله بالألف واللام فهذا كلي صادق على أفراد المعبود بحق، المعبود بحق اللي هو الله الذي يعبد، الذي يستحق العبادة.
فيطلق على أفراد. لكن لما جينا إلى الخارج وجدنا إله واحد فقط مع استحالة وجود غيره. أما إذا قلنا إله بالتنكير فهذا كلي صادق على متعدد، يطلق على المعبود مطلقا، ليس المعبود بحق اللي هو الله، لا، أي إله، فيطلق على الله وعلى إله النصارى وإله المجوس والبوذيين وكذا على كل الآلهات. هم كلام. لكن هذا الآلهات موجود في الخارج، متعدد في الخارج. لو جينا إلى الخارج سنجد الله تبارك وتعالى، ونجد إله البوذيين، ونجد بوذا يعبد، ونجد المسيحيين يعبدون كذا، ونجد الهند يعبدون النار، ونجد يعبدون البقر. هذا كله إله، هذا كله معبود مطلقا. هذا. وأما الله سبحانه وتعالى فهو علم جزئي مدلوله ذات ربنا. الله كما قلنا علم على الذات. لفظ الله علم على الذات، علم جزئي على ذات ربنا سبحانه وتعالى، ولا دلالة له على متعدد أصلا، لا بحسب الوضع ولا الاستعمال على المشهور. أما لفظ الله فهو علم على الذات، علم على الذات، ولا دلالة، لا يدل على متعدد أصلا، إن لفظ الله يدل على الذات فقط، لا يدل على متعدد أصلا، لا بحسب الوضع، لأنه في الوضع وضع لفرد واحد، ولا في الاستعمال على المشهور، لأنك تستعمل الله تستعمله لله فقط، لا تستعمله لغيره. فلفظ الله علم على الذات، ولا يصدق على متعدد أصلا، لا يصدق على متعدد أصلا، لا بحسب الوضع، لأن الواضع وضعه على فرد واحد، ولا في الاستعمال، لا تستطيع أن تستعمل لفظ الله في غير الله، تستعمله في الله فقط. فهو ماذا؟ فهو لا يدل على متعدد أصلا، لا بالوضع ولا في الاستعمال على المشهور. فهمتم هذا؟ هذا هو. قال وإما مع إمكان غيره، مع إمكان غيره كشمس، وإما مع إمكان غيره كشمس. الآن كلي وجد منه فرد لكن مع إمكان غيره، مثل ماذا؟ الشمس. تعقل الشمس ما هي؟ لو تعقلتها كوكب نهاري يضيء العالم، هذا هو التعقل الشمس، صح؟ كوكب نهاري يضيء العالم، هذا التعقل. لو تعقلت هل يشترك في أفراد ولا لا؟ يشترك. يصدق على أفراد ولا لا؟ يصدق على أفراد. لكن لما أتينا إلى الخارج وجدنا فرد واحد، شمس واحدة فقط، شمس واحدة فقط. لكن هنا هل مع استحالة وجود غيره ولا مع إمكان وجود غيره؟ مع إمكان وجود غيره، لأن لو وجد شمسان أو ثلاثة أو أربعة هذا ليس فيه أي إشكال، ليس فيه محال. هذا ذاك قال وجد منه فرد مع إمكان غيره كشمس، مع إمكان غيره كشمس. فمن هذا الشيخ قال قوله كشمس، اقرأ معي في الحاشية، قوله كشمس فإن مفهومه الذي هو كوكب نهاري يضيء العالم صادق على متعدد، لكن لم يوجد من أفراده غير واحد، ويمكن أن يوجد أكثر، يمكن أن يوجد أكثر، لأنه لا يعني يلزم منه يعني شيء ما. زين؟ أو وجد منه أفراد متناهية كالإنسان. هذا هو. الآن الثالث وجد منه
أفراد. وجد منه أفراد. إما الآن أنت تعقل لفظ الإنسان، لو تعقلته ما هو؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق. لما جيت إلى الخارج كم وجدت من حيوان ناطق؟ كثير جدا. لكن هذا العدد متناهي ولا غير متناهي؟ يعني له نهاية ولا له نهاية؟ لأن عدد الأشخاص في العالم الآن كم؟ 5 مليار ولا كم؟ ولا 4؟ متناهي. هذا وجد منه أفراد اكتبوا هنا مع التناهي كالإنسان. وجد منه أفراد مع التناهي يعني متناهية كالإنسان. أن الإنسان عدده متناهي، أن عدده كم؟ مثلا 5 مليار أو 6 محدد، بحيث ماذا متناهي؟ بحيث يمكن عدها حصرها بالعد. هذا متناهي يعني يمكن تحصرها بالعد. قال الإنسان في هذا الكون 5 مليون فقط. واضح؟ نعم. قال تحت كالإنسان، قال أي بحيث يمكن حصرها بالعد. والإنسان أي فإن الأفراد التي يصدق عليها مدلوله متناهية محصورة كما قلنا، إذ كل موجود أي غير الله حادث محصور متناهي كما قال الشيخ. كل موجود محصور متناهي، لا يوجد موجود غير متناهي، كل موجود له نهاية. مفهوم كلام؟ نعم. زيد. أو غير متناهية أو غير متناهي كصفة وموجود وشيء، فإنها تسبق بصفات الله تعالى القائمة بذاته التي لا نهاية لأفرادها كما دلت عليه السنة. نعم هذا واضح يا جماعة؟ واستحالة اصبر. هذا أو غير متناهية أو وجد منه أفراد لكنها غير متناهية. أو وجد منه أفراد إما مع التناهي كالإنسان أو غير متناهية. قال كصفة وموجود وشيء إلى غير ذلك. ثم جمع الصفة ماذا؟ صفات الله القائمة بذاته هل لها نهاية؟ لا نهاية لها، لأن نحن كم نثبت لله من صفات؟ هذا الذي ورد به الكتاب والسنة. لكن صفات الله غير متناهية، صفاتها غير متناهية لا نهاية لها صفات الله. لذلك شقاق هنا كصفة قال وموجود. واضح؟ وموجود ما هو الموجود؟ هو المتحقق الثابت. الموجود هو المتحقق ثابت أمامك موجود. هذا كذلك يصح رؤيته، الذي يصح هذا صادق بمتعدد، صحيح ولا لا؟ وهو موجود منه أفراد غير متناهية. كذلك الموجود هو الثابت، هو المتحقق الثابت الذي يصح رؤيته، صادق بمتعدد، صحيح؟ وقد وجد منه أفراد غير متناهية. وكذلك لفظ شيء، كذلك لفظ شيء، فإن مفهومه
الذي هو مفهوم موجود عند أهل السنة وأعم منه عند غيرهم، لأنه مطلق أمر صادق على كثير غير متناهٍ أفراده الموجودة في الخارج. كذلك الشيء، كذلك أفراده غير متناهٍ شيء. فهمنا؟ كذلك نعيم أهل الجنة مثلا، نعيم أهل الجنة غير متناهٍ، غير متناهٍ، لأنهم خالدين فيها أبد الآبدين. فالنعيم لا يتناهى، كل ما نفذ يتجدد، كل ما نفذ يتجدد، كل ما أراد أن ينفذ يتجدد، وهكذا إلى ما لا نهاية. مفهوم كلام؟ هذه أو وجد منه أفراد غير متناهية كصفات الله تبارك وتعالى، كصفة صفات الله، صفات الله هذه لا نهاية لها. مفهوم؟ لا نهاية لها. كذلك الموجود الذي يصح أن يرى هذا لا نهاية له، كل ما يصح أن يرى متحقق ثابت، هذا كل ما يصح أن يرى من الموجود هذا متعدد، أفراده ماذا؟ غير متناهي. كذلك الشيء هو الموجود كما قلنا كما قرأنا في الجوهر، وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود، فلفظ شيء بمعنى الموجود يصدق على الموجود، فالموجود والشيء تقريبا شيء واحد. واضح؟ فمفهومه هو مفهوم موجود، وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود كما قلنا هذا، فالموجود هو الثابت في الخارج متحقق، هذا لا نهاية لأفراده. كذلك الشيء اللي هو الموجود هذا لا نهاية لأفراده، كثيرة جدا لا تتناهى. فهمنا جماعة الخير؟ وكصفات الله تبارك وتعالى وكنعيم أهل الجنة إلى غير ذلك. مفهوم؟ هذا هو. قال اقرأ معي تحت هنا. قال موجود فإن مفهومه الذي هو المتحقق الثابت بحيث يصح رؤيته صادق بمتعدد، وقد وجد منه أفراد غير متناهية، هذا هو الموجود. وقوله شيء أي فإن مفهومه الذي هو مفهوم موجود عند أهل السنة، لأن عند أهل السنة الشيء هو الموجود وأعم منه عند غيرهم. أما عند غيرهم فالشيء أعم من الموجود، نعم، لأنه مطلق أمر صادق على كثير غير متناهٍ أفراده الموجودة في الخارج. هذا فهمنا يا جماعة الخير؟ نعم. زيد. واستحالة وجود ما لا نهاية له إنما تثبت في حق الحوادث. نعم. هذا هو. قال واستحالة وجود ما لا نهاية له إنما تثبت في حق الحوادث. نعم، إنما تثبت في حق الحوادث. هذا استحالة ما لا وجود له، استحالة وجود ما لا نهاية له، هذا في ماذا يثبت؟ يثبت في حق الحوادث، الحادث. أي شيء حادث يستحيل أن يكون له ما لا نهاية، كل حادث لا بد له من نهاية، يستحيل أن يوجد شيء حادث لا نهاية له، يستحيل. كل ما هو حادث فله نهاية. فإن لذلك احنا مثلنا بصفات الله تبارك وتعالى، ومثلنا بماذا؟ بنعيم أهل الجنة، بصفات الله
لا نهاية لها لأنها قديمة ليست حادثة. ونعيم أهل الجنة كذلك غير متناه لأنه بمدد من الله، بمدد لأن الله هو الذي يمده فلا يتناهى، غير متناه بمدد الله. مفهوم؟ نعم. هذا قوله تعتنا واستحالة إلى آخره جواب عما يقال إن كل ما في الوجود محصور ويستحيل أن يوجد ما لا نهاية له، فقولكم موجود وغير محصور تناقض. فهمنا هذا الكلام؟ أيوة. وحاصل الجواب إن استحالة وجود غير المحصور إنما يثبت في حق الحوادث، فقول السائل يستحيل غير مسلم عمومه بل فيه تفصيل، وهو إن كان الموجود حادثا فالاستحالة مسلمة أهو، وإن كان قديما فلا. الموجود إن كان حادثا فمسلم أنه له نهاية، أما الموجود إن كان قديما فهذا لا نهاية له. هذا معنى. نعطيك مثال. زيد قديم ولا حادث؟ له نهاية ولا لا؟ الله تبارك وتعالى قديم ولا حادث؟ هل له نهاية؟ لا نهاية. هذا هو معنى التوجيه، هذا هو التفصيل في الموجود. الموجود إن كان حادث فله نهاية قطعا، أما إذا كان قديما فلا نهاية له. هذا الذي يريد الشيخ أن يقوله هنا. مفهوم؟ نعم. هذه التقسيمات الستة عند المتأخرين، هذه التقسيمات عند المتقدمين الكل لم يوجد منه فرد، كل وجد منه فرد، كل وجد منه أفراد. هذا التقسيم المتقدمين 3 أقسام. لكن المتأخرين زادوا هذا التقسيم الأخير، إما مع الاستحالة مع الإمكان، مع الاستحالة مع الإمكان، مع التناهي والمتناهي. الآن عندنا الكل كم قسم هنا؟ 6 أقسام على تقسيم المتأخرين، على تقسيم المتأخرين. فهمنا الآن؟ هذا زين. وعكسه أي عكس الكلي الجزئي. نعم. وعكسه الجزئي كما قال. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. الآن بدأ الشيخ يتكلم على الجزئي. نعم. نعم. فهو ما لا يفهم الاشتراك بين أفراده بحسب وضعه. نعم. بحسب وضعه. نعم. هذا هو الجزئي كزيد. الآن ما هو الجزئي؟ هو الجزئي هو الذي إذا تعقلت معناه ومفهومه لا يدل على الاشتراك بين الأفراد، لا يدل على الاشتراك. تعقل زيد هكذا، لو تعقلت زيد ما هو؟ شخص مسمى بهذا الاسم زيد. هل يتناول غيره من الأشخاص؟ لا، يصدق على زيد فقط، لأن الواضع وضع زيد، وضع كلمة زيد على شخص معين لا يتناول غيره، لأن الواضع اللي هو أبوك، الواضع اللي هو أبوك وضع هذا زيد على شخص معين. أبوك لما سمى أحمد زبير، الأب لما سمى أحمد زبير، أنت إذا تصورت وتعقدت أحمد زبير شخص مسمى بهذا الاسم صح؟ هل يتناول غيره؟ هل يتناول عمه زيد وبكر؟ يصدق على أحمد زبير فقط. بحسب الوضع. ما معنى بحسب الوضع؟ لأن أبوه وضع اسم أحمد زبيدي على شخص معين واحد فقط، لا يصدق على الآخرين. صحيح الكلام؟ هذا معنى بحسب وضعه. هذا معنى بحسب وضعه. اقرأ معي تحت. قال وضعه بحسب وضعه.
قيد لإدخال الجزئي الذي عرض له الدلالة على متعدد بحسب تعدد الوضع، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه جزئيا كما سيقول الشيخ. نعم. بحسب وضعه قيد، هذا الكلام قيد لإدخال الجزء الذي عرض له الدلالة على متعدد بحسب تعدد الوضع. مفهوم؟ فإنه لا يخرج بذلك عن كونه جزئيا كما سيقول الشيخ فيما هو اللي هو الاشتراك اللفظي سيتكلم عنه. نعم زيد. فإنه موضوع لمعنى مشخص لا يتناول غيره. هذا فإن لفظ زيد هذا موضوع لمعنى مشخص، موضوع على شخص معين لا يتناول غيره، لا يتناول غيره. فهمنا؟ فإنه موضوع لمعنى مشخص لا يتناول غيره. إن زيد هذا وضعه الواضع على شخص معين لا يتناول غيره. فأنت إذا تعقلت زيد وجدته ماذا؟ وجدته أنه شخص مسمى بهذا الاسم. فهمنا؟ نعم. ولا يضر ورود الاشتراك اللفظي عند تعدد وضعه لأشخاص. هذا هو. ولا يضر عروض الاشتراك اللفظي. واضح يا جماعة؟ ولا يضر عروض الاشتراك اللفظي، هذا لا يضر عند تعدد وضعه لأشخاص. أما إذا تعدد زيد، وضع زيد 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 زيد، كل واحد من الآباء، كل واحد من الآباء سمى زيد، وهذا سمى ابنه زيد، وهذا سمى ابنه زيد، وهذا سمى ابنه زيد. هذا اسمه ماذا؟ اشتراك لفظي في اللفظ فقط، اشتراك في اللفظ. فهمنا؟ وهو تعدد اشتراك اللفظي هو ما تعدد فيه معنى اللفظ، ما تعدد فيه معنى اللفظ لتعدد أوضاعه. لأن كل واحد من الجماعة هذه كلها اسمها زيد 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 زيد، كل واحد من الآباء وضع اسم زيد على ابنه. هل يضر هذا؟ لا يضر، اسمه الاشتراك اللفظي. هذا اشترك فقط في اللفظ، أما في المعنى كل واحد وله معنى مشخص يخصه، لأن الأب وضع لفظ زيد هذا على هذا الشخص، والأب الآخر وضع لفظ زيد على هذا الشخص، والأب الآخر وضع لفظ زيد على هذا الشخص، والأب الآخر، وهكذا. فلو تعددت الأسماء زيد 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 زيد، هذا اسمه اشتراك في اللفظ، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن باعتبار الوضع كل واحد منهم يدل على معنى مشخص. فهمنا الكلام ولا؟ يعني ليس شرط يكون زيد واحد، قد يكون زيد متعدد في اللفظ في الألفاظ، فهذا اشتراك في اللفظ، اشتراك لفظي لا يضر، هذا لا يضر. لماذا؟ لأنك لو تعقلت كل واحد من هذه الألفاظ تجده موضوع لشخص معين لا يتناول الآخر. فهمنا هذا الكلام ولا؟ هذا ولا يضر عروض الاشتراك اللفظي عند تعدد وضعه. هو عندما يتعدد الوضع كل واحد من الآباء يسمى زيد، يسمي ابنه زيد 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 زيد، تعدد الوضع. رأيت؟ لأشخاص، لأنه باعتبار كل وضع لا يدل إلا على معنى مشخص. هذا فهمنا؟ فالآن
هذا الذي سمى ابن زيد على معنى مشخص، وهذا الذي سمى ابن زيد على معنى مشخص، ولا هذا الذي سمى ابن زيد على معنى مشخص. في ماذا اشترك؟ في اللفظ. هذا اسمه الاشتراك اللفظي. هذا لا يضر، لا يضر. نعم. لأنك لو رجعت إلى وضع الآباء تجد كل واحد موضوع لشخص معين لا يتناول غيره. فإن هذا الكلام. أيوة. أعيد القراءة. ولا يدور عروض الاشتراك اللفظي نعم عند تعدد وضعه لأشخاص نعم. لأنه كل وضع لا يدل إلا على معنى مشخص. لو ترجع إلى الوضع تجد كل واحد موضوع لمعنى مشخص لا يتناول غيره. فهمنا؟ هذا اسمه الاشتراك اللفظي. هذا لا يضر، لأنك لو رجعت إلى الوضع تجد كل واحد موضوع لمعنى مشخص. كل واحد موضوع لواحد لا يتناول الآخرين. فهمنا؟ هذا لو واحد سمى ابنه أخيار، جاء واحد آخر سمى ابنه أخيار، وجاء واحد آخر سمى ابنه أخيار مثلا، هذا اسمه ماذا؟ اشتراك لفظي. اشتركوا في اللفظ، لكن كل واحد من هذا أخيار كل واحد منهم يدل على شخص معين لا يتناول غيره. كل منهم فهما اشتركا في ماذا؟ في اللفظ فقط. في اللفظ فقط. هذا الاشتراك لا يضر. فهمنا جماعة؟ نزيد ولا نتوقفون؟ كم أخذنا من دقيقة؟ 52. أزيد قليلا. وأولا للذات إن فيها الدرج فانصبها لعارض إذا خرج. وأولا مفعول بفعل المحذوف يفسر انصبه اللاتي انصبه اللاتي أي الآتي أي انصب أولا، وهو الكلي للذات أي الماهية إن فيها درج أي إن اندرج فيها بأن كان جزءا لها جنسا كالحيوان للإنسان أو فصلا كالناطق له. هذا بدأ الشيخ الآن يتكلم على ماذا؟ يتكلم على الكلي الذاتي والكلي العرضي. الكلي الذاتي والكلي العرضي. فقال وأولا مفعول بفعل محذوف يفسره انصبه، يعني انصب أولا. فأولا مفعول به لفعل محذوف تقديره انصب أولا. مفهوم؟ انصب أولا. فهمنا؟ فانصب أولا وهو الكلي، لأننا قلنا فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكس. فمن الذي ذكرناه الأول؟ كلي ولا جزئي؟ كلي. لذلك الشيخ قال وأولا انصب أولا. ما هو الأول؟ هو الكلي، لأنه هو الذي ذكرناه أولا. وانصب أولا وهو الكلي. وانصب أولا يعني انصب الكلي للذات. انصبه للذات. الذات بمعنى الماهية. الماهية هي حقيقة الشيء. مقصود بالذات هنا الماهية، معنى حقيقة الشيء. ماهية الشيء أو هي حقيقته.
وأولا وهو الكلي انسبه للذات للماهية إن كائن اندرج فيها. يعني هذا الكلي إن كان جزءا من الماهية، جزء من الماهية داخل فيها مندرج فيها، فهذا يسمى كلي ذاتي. كلي ذاتي. فهمنا؟ وأولا يعني أنسب أولا وهو الكلي. أنسبه لمن؟ أنسبه للذات. تقول كلي ذاتي. أنسبه للذات بأن تقول كلي ذاتي. هذا معنى أنسبه للذات. تقول كلي ذاتي. ذاتي. الذات هنا بمعنى الماهية، ماهية الشيء حقيقته. إن فيها اندرج، إن اندرج فيها يعني كان جزءا منها، بأن كان جزءا منها، سواء كان جنسا كالحيوان بالنسبة للإنسان. الحيوان جنس، هل هو جزء من حقيقة الإنسان ولا لا؟ جزء من حقيقة الإنسان، صحيح؟ أو كان فصلا كالناطق بالنسبة للإنسان. الناطق هل هو جزء من حقيقة الإنسان ولا لا؟ جزء من حقيقة الإنسان. فالآن الجنس اللي هو الحيوان يسمى كلي ذات، والفصل اللي هو الناطق يسمى كلي ذات. لماذا؟ لأن كلاهما مندرج في الماهية في حقيقة الإنسان. كلاهما مندرج في حقيقة الإنسان، فكلاهما يطلق عليه كلي ذاتي. كلي ذاتي. فمن هذا الكلام يا جماعة ولا لا؟ ها؟ وأولا أعد مع القراءة لتفهم جيدا. وأولا مفعول لفعل محذوف يفسره أنسبه الآتي. يعني أنسب أولا. ما هو الأول؟ هو الكلي لأن ذكرناه أول. أنسبه للذات، فإذا نسبته للذات ماذا تقول؟ كلي ذات. كلي ذات. الذات هنا بمعنى الماهية وهي حقيقة الشيء. متى تنسبه للذات؟ إن فيها اندرج، إن كان جزءا منها. هذا معنى إن فيها اندرج، إن كان جزءا منها، سواء كان جنسا كالحيوان بالنسبة للإنسان أو كان فصلا، أو كان فصلا كالناطق بالنسبة للإنسان. فالحيوان اللي هو الجنس والناطق اللي هو الفصل كلاهما جزء من الماهية. كلاهما جزء، أن الماهية تتركب من الجنس والفصل، فكلاهما ماذا؟ جزء من حقيقة الإنسان، فيطلق عليه ماذا؟ كلي ذاتي. كلي ذاتي كلاهما. فهمنا؟ هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. ها؟ فهمنا هذا يا جماعة؟ أيوة. زيد. فانسبه أي أنسب الأول. أنسب الأول اللي هو الكلي. وقد ذكر المصنف في شرحه أن أولا مفعول فعل محذوف كما قررناه. نعم. وأن فانسبه وأن فانسبه مفسر لذلك المحذوف. نعم. قلنا الآن ماذا قلنا؟ قلنا أولا منصوب بفعل محذوف تقديره أنسب. من الذي قال لنا الفعل هنا مقدر أنسب؟ أنسبه المؤخر. أنسب. فانسب. فانسب. واضح؟ ها؟ أيوة. نعم. اعترض على الشيخ بأن ننسبه واقع بعد فاء الجواب، وما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلها فلا يفسر عاملا فيه. يعني الشيخ يقول هكذا. ممكن واحد يمسح.
نعتقد دجول بقى دجول ده مظبوط. بس الكلام مظبوط. بس لم أفهم. لا القلم ولا لا مصري انظر ما يا جماعة انظر من يعرف لنا هذا؟ من يعرف لنا؟ أولا مفعول به لفعل محذوف تقديره أنسب أنت أولا فعل وفاعل محفوظ أولا مفعول به لفعل محذوف أنسب أولا للذات جار ومجرور متعلق به إن حرف شرط جازم يجزم فعلا أول فعل الشرط ثاني جوابه جزم أين فعل الشرط؟ اندرج إن اندرج فيها إن اندرج فيها هذا حرف شرط جازم يجزم فعلا هذا فعل الشرط فاعل ضمير مستتر فيها متعلق بها فانسبه هاي فعل جواب انسب فعل امر لماذا الجواب اقترن بفعل جواب؟ لانه وقع امرا طلب وقع طلب قلنا اذا الجواب وقع طلبا فانه يجب اقترانه بالفعل وقع مثلا تمني او ترجي او امر او نهي لازم قرنه بالفعل لذلك اتى بفعل جواب هذه اسمها فعل جواب انسب هذا جواب الشرط انسب لعارض فمن الان الكلام فالان ان فعل الشرط اندرج جواب الشرط انصبه الفعل وقع في جواب الشرط صحيح الشيخ ماذا يريد ان يقول لك الان كيف الشيخ هنا قدر انصب لماذا قدر انصب لان قال يفسره انصبه هذا انصبه هو الذي يفسر المحذوف اللي هو انصب قال لك الشيخ لكن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلها فلا نستطيع أن نفسر هنا ننصبه نفسره بأنصبه لأن ما بعد الفاء الجواب ما بعدها اللي هو انصبه لا يعمل فيما قبلها فلا نستطيع أن نفسر الفعل هنا بأنصب هذا الاعتراض الذي اعترض على الشيخ آية القراءة ستفهم واعترض عليه بأن ننصبه واقع بعد فاء الجواب أو وما بعد فاء الجواب اللي هو انصبه لا يعمل فيما قبلها فلا يفسر عاملا فيها فمن الآن الكلام هذا ما بعد الفاء الجواب هنا لا يعمل فيما قبلها فلا نستطيع أن نفسره عاملا لا نستطيع أن نفسر انصب أولا جمع مفهوم ولا لا؟ هذا الاعتراض الذي اعترض به على الشيخ فإن وأجيب بأن انسبه مؤخر من تقديم يعني أصله التقديم انسبه أصله التقديم لكنه أخر أصله تقديم لكنه أخر والتقدير وأولا انسبه للذات أيوة هذا هو وأولا انسبه
للذات إن فيها اندرج. فعليه أنسبه لم يقع بعد فاء الجواب، لا، وقع قبلها. فإذا وقع قبلها نستطيع أن نفسره هنا، نجعله مفسرا. فهمنا الكلام الآن؟ أيوة. وعلى هذا يكون جواب الشرط محذوفا بدلالة منصوبه المذكور عليه. فيكون المعنى هنا هكذا. قال لك الشيخ أجيب بماذا؟ بأن أنسبه مؤخر من تقديم، أصله التقديم، أصل الكلام هكذا، أصله هكذا. وأولا أنسبه للذات إن فيها اندرج. هذا هو الأصل. فأستطيع أن أقدر أنسب هنا ولا الآن؟ أستطيع الآن أن أقدر أنسب ولا لا؟ أستطيع، لأن أنسبه لم يقع بعد فاء الجواب، وقع قبلها. فأستطيع أن أقول أنسب أولا. تقول لي لماذا قدرت أنسب؟ أقول لك لأنه يفسره أنسبه. فهمنا الكلام الآن؟ هذا فيكون المعنى وأولا أنسبه لذات إن فاندرج، أن جواب الشرط محذوف تقديره فانسب. ديروا فانسبه للذات. لذلك الشيخ قال وعلى هذا يكون جواب الشرط محذوفا لدلالة أنسبه عليه. فيكون تقدير كلام وأولا أنسبه للذات إن فاندرج فانسبه للذات. هو جواب الشرط المحذوف. ما الذي دل عليه؟ دل على أنسبه. فهمتم ولا لم تفهموا؟ واضح وضوح الشمس. فالآن الشيخ اعترض عليه هنا بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبله، فلا نستطيع أن نجعل هذا أنسبه مفسرا للمحذوف، للفعل المحذوف. أنسب لا. قالوا ماذا؟ قالوا أن أنسب هذا أصله التقديم لكنه مؤخر، لكن أصله التقديم. ما التقدير؟ التقدير وأولا أنسبه للذات في اندرج. فقلنا لهم أين جواب الشرط؟ قالوا جواب الشرط محذوف تقديره فانسبه للذات. ما الذي يفسره؟ يفسره هذا الانسب. فهمنا؟ هذا هو. ولا يخفى بعد الجواب لما فيه تكلفات. نعم، واضح يا جماعة؟ هذا ولا يخفى بعد الجواب لما فيه من التكلف. هذا فيه تكلف مقدم من تأخير وكذا، وجواب الشرط محذوف، فيه تكلف كذا. مفهوم يا جماعة؟ هذا هو. وقوله لا يكفي، قوله لا يخفى إلى آخره. أي وكان الواجب على المصنف الرفع عملا بقول ابن مالك في الألفية. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمولة ما بعده وجد. نعم. كان من المفروض على الشيخ أن يرفع. كان من المفروض على الشيخ أن يقول وأول هكذا وانتهى الأمر. لا يوجد لا تكلفات ولا شيء. قال لك هنا في الحاشية انظر تحت ماذا قال ولا يخفى بعد ما فيه من التكلفات. انظر ماذا قال. قوله ولا يخفى إلى آخر أي وكان الواجب على المصنف الرفع. ما معنى الرفع؟ يقول وأول للذات إن فيها اندرج فانسبه. فهنا لا نقدر ولا شيء، لا تكلفات ولا محزن، يكون مبتدا وما بعده يكون خبر. واضح؟ هذا هو. عملا بقول ابن مالك كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمول ما بعده وجد. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمول ما بعده وجد. وبعد أن وقع النصب قال وأولا لابد من تكلفات. لازم نذكر هذه التأويلات لكي يستقيم الأمر.
لا بد لنا من تكلف. ما دام الشيخ ناصر قال اولا بالنصب لازم نتكلف هكذا. اما لو الشيخ رفع لاسترحنا من كل التكلف، لكان اول مبتدا ومبدا خبر انتهى. واضح؟ وفي هذا القدر كفايه. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.